الفيديو ده لكل مامي ولادها مش بيحبوا ياكلوا بروتين سواء فراخ او لحمة. هقولك معلومة انا ما كنتش اعرفها، وهي ان نسيج اللحمة او الفراخ بيضايق الطفل سواء في اسنانه سواء في البلع سواء في المضغ، فالطفل للاسف مش بيعند، هو فعلا مش عارف للاسف ياكل. فيلا بينا بقى نعمل كفتة فراخ تسهل عليهم الاكل. بعد ما فرمنا الفراخ في الكبة كويس قوي نبشر بصلايه كبيره ونصفيها كويس من الميه. طبعا ميه البصل زي ما احنا عارفين في كفته اللحمه ما بنرميهاش، بنستخدمها بعد كده واحنا بنجهز الكفته. بعد كده هنضيف البصل بعد التصفيه على الفراخ. هنستخدم فلفل اسود، كركم، جنزبيل، ملح، قرفه، بابريكا، كل التوابل اللي انتوا عايزينها. وكمان اهم حاجه فيها هي البقدونس، بس انا ما كانش عندي بقدونس للاسف، فاستخدمت باكت من البقدونس المجفف اللي هو البقدونس والكزبره. انا هنا استخدمت باكتين بس طلعوا كتار، فلما تيجوا تستخدموا استخدموا باكت واحد لو ما عندكوش بقدونس فريش. عايزه اقول لكم يا مامي ان انا الفتره الاخيره بدات اضيف في اكلي كركم وجنزبيل بكميه مش كبيره علشان الفوائد اللي فيه. بعد كده هنضيف معلقتين كبار من البقسماط علشان نعرف نشكل الكفته من غير ما تفك مننا. بعد كده طبعا كالعاده هنعمل ميكس 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 كويس قوي، وبعد كده هنشكلها بالطريقه اللي تعجبنا، وبكده نكون عرفنا ندخلهم البروتين بطريقة سهلة عليهم في الأكل، في نفس الوقت هيلثي، في نفس الوقت ما ضغطناش عليهم ياكلوا حاجة هم مش عارفين ياكلوها. وبعد كده هنحط الكفتة في الفرن وألف هنا.